صباح الخير عليكم من اجمل بقاع الارض. يا جماعه معلومه مهمه اقولها مره واثنين وثلاثه وعشره. اي طفل ياخد دواء بالغلط او مامته او باباه سايبين الدواء والطفل بيلعب فيه فاقبله في الاسعافات الاوليه طالما اول نص ساعه تخلي الطفل يرجع. اهم حاجه هتخلي الطفل يرجع ازاي؟ يا اما هندوب شويه ملح كتير في كوبايه ميه ونشربها له، الملح هيخلي النفس تموع فهيرجع. يا اما هتحط صباعك في زوره وده امر طبيعي مش وقت قرف يا جماعه، هتحط صباعك في زوره لحد ما تخلي الطفل او تجبره على انه يرجع. الكلام ده بيبقى اول نص ساعه او اول تلت ساعه قبل ما العلاج اللي بلعه يتنقل من المعده لبقيه جهازك الهضمي. لو عديت النص ساعه ضروري تاخد الطفل وتطلع بيه على المستشفى، لا قدر الله يقطع دواء قلب او دواء سكر هيعمل له مشاكل، لازم المستشفى. وبرده لو خليت الطفل يرجع بعد الطفل يرجع الدواء لازم توديه المستشفى. ربنا يسترها معانا جميعا.